الزمالك خارج السوبر، يعني بره السوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع أمين. رسميا الزمالك خارج السوبر، اوت. الزمالك النهاردة سموحة يطيح بالزمالك خارج السوبر. ايه دخل سموحة في السوبر؟ اقول لك. النهاردة كانت بداية المباريات الاولى في السوبر المصري لكرة اليد بين الزمالك وسموحة. سموحة بيفوز 29-28 على الزمالك ويطيح بالزمالك خارج السوبر نهائيا. والاهلي بيفوز على سبورتنج بعد معاناة في الشوط الاول ونص الشوط الثاني بفارق 7 اهداف او 28-21. ورغم كده عصبية ديفيز بسبب اداء السوء اداء اللعيبة، سوء اداء اللعيبة. لكن رسميا الاهلي وسموحة في نهائي السوبر المصري لكرة اليد في الامارات. الف مبروك لنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، ومش جديد على نادي الزمالك. نيجي لفضيحة الزمالك. انهي فضيحة؟ لان فضايح الزمالك كتير ومحدش عارف لها اول من اخر. بعد ايقاف القيد امبارح والكوارث اللي حصلت، فيما قادم هيكون اصعب على نادي الزمالك. فيما قادم هيكون اصعب على نادي الزمالك وجمهوره الغلبان المسكين. ايقاف قيد ل3 فترات لنادي الزمالك. طب نيجي الحته قبلها، ان الزمالك جاب 2 مدربين اجانب كانوا موجودين في فاركو، مدرب احمال ومدرب حراس مرمى. مدرب الاحمال مفيش مشاكل فيه، لكن مدرب حراس المرمى كان شغال وبيدرب في فريق من الفرق الملعونه عند اللي ما يتسموش، اللي بينقضوا العهود، كلنا عارفينهم، هم إليا. كمل انت. حسبنا الله ونعم الوكيل. مجلس إدارة الزمالك بيتبرأ من المدرب حراس المرمى، قول لهم انا ماليش دعوة يا عم، جون ادوارد هو اللي جابه. والاعلام لا حس ولا خبر، قالوا كلمتين وكفوا على الخبر مبور. لكن احنا مش ساكتين ومكملين في الحرب على مدرب حراس المرمى اللي جون ادوارد جابه، اللي كان شغال عند اللي ما يتسموش. لكن مش مشكلة، هتعدي والاعلام هيسكت وهتمشي. لكن نيجي في كارثة كبيرة من كوارث اعلام الزمالك، او الناس اللي مجلس ادارة الزمالك بينقيهم للتحدث عن اعلام او عن نادي الزمالك. ماهر غريب في لقاء امبارح مع يعقوب السعدي، الاستاذ يعقوب السعدي وبعض الصحفيين، كابتن خالد بيومي اللي لدنه تلدينه تمام. هنتكلم في نقطة بسيطة. استاذ يعقوب السعدي بيقول له انتوا ليه ما بتدفعوش فلوس المدربين؟ ليه ما بتخافوش على سمعة النادي؟ يقول له بكل بساطة احنا بنتفق مع المدرب ان احنا هندفع لك الفلوس في شهر يناير. فالمدرب يسخن دماغه ودماغه تنشف ويقول لك لا انا عايزها دلوقتي. نقول له خلاص ما فيش فلوس، روح اشتكينا ونبقى ندفع لك لما يناير تيجي ونشيل القضية. فيعقوب السعد انصدم من الإجابة، قال له طب وهل الفيفا طلعت القرار القرار اللي حصل ايقاف القيد تعنت لنادي الزمالك قبل السوبر؟ طبعا هو مش في الإعلام المصري عشان يسوق ويرمي هذه المخدرات وهذه الكلام الفاشل من الصحفيين الإعلاميين اللي ينتموا لنادي الزمالك. قالوا لا الفيفا مش مسير، الفيفا ما حدش يقدر يسيطر عليه ولا يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. يعني لو الكلام ده طالع من مصر كان هيجي الكلام ان الاهلي قال اعملهم وما تعملوش. اعتراف رسمي، بس يا رب ما ترجعش في كلامك وتيجي بعد كده تقول الفيفا عايزه ايه من الزمالك. الفيفا اللي الزمالك فطحانه، الفيفا اللي ما تعرفش حاجه في مصر غير الزمالك في القضايا وايقاف القيد. تعرف الاهلي للنجوميه وكاس العالم، والزمالك في القضايا والفلوس اللي عليها وايقاف القيد. فيعقوب السعد بيقول له يا استاذ ماهر، يعني انت عايز تقول لي ان انت بدل ما يبقى عليك 120,000 دولار تنيك تسيبهم لغايه ما يوصلوا 400 و500 الف دولار؟ قال له ما هو ما فيش فلوس، لما تيجي فلوس نبقى نحل الازمات. قال لهم طب في وسط الكلام بيقول له احنا ما عندناش رعاه، احنا لو عندنا عشر،
طبعا لو برضو قصه لو اللي احنا عملنا عليها فيديو قبل كده، لو عندنا عشر او 10% من الرعاة اللي عند النادي الاهلي كان هيبقى مالينا مكانه تانية خالص. رد الكابتن خالد بيوم وقال له ما انتوا عندكم بوتيكات بتجيب لكم بالملايين في السنه. قال له البوتيكات متباعه لغايه 45 20 45 يعني مش 20 30 كمان 20 45. ده من لسان ماهر غريب المتحدث الرسمي لاعلامي نادي الزمالك او رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك. قال له ده ينفع؟ قال له اللي قبلنا عملوا كده. ماهر غريب ما هوش عارف يقول ايه، فبقول لك هاتوا لنا رعاه واحنا نبقى حلوين. فيعقوب السعد وخالد الاستاذ خالد البيومي قالوا له يعني انت عايزنا او عايز الرعاه يجولك في عز ما انتش قادر تحصل على بطولات ولا تقدر تعمل انجازات وهيسيبوا الاهلي ويجولك؟ رد الكابتن خالد بيومي في كلمتين قال له بكل بساطه مؤسسه النادي الاهلي الانجح في الشرق الاوسط، مؤسسه النادي الاهلي محدش سابقه جميع المؤسسات والانديه في مصر ب100 سنه ضوئيه. الاهلي عنده 8.5 مليون من 8.5 مليار موازنه ميزانيه، احنا لو قعدنا 100 سنه ضوئيه مش هنجيب المليار الواحد. وجعته قوي له ما تدخلش الزمالك، قال له يا عم مش قول الزمالك، هقول لك الاسماعيلي. مجالس اداره فاشله، مجالس اداره بتوعد وما بتقدرش تنفذ. ده كان اخر كلام الكابتن خالد بيومي للصحفي اللي عايش الدور واللي واخد اهميه كبيره قوي، لكن لما طلع في الفضائيات العربيه انفضح وانكشف وبان انه عريان وما يفقهش شيء في اي شيء. ده كان نادي الزمالك وبلاويه واللي بيجرى فيه. الزمالك خارج السوبر، والزمالك جاب مدرب كان عندي اللي ما يتسموش الياه كمل انت. والزمالك مفضوح في الاعلام العربي زي ما هو مفضوح في الاعلام المصري. نيجي للمهم لينا، الاهلي بيفاوض فؤاد الزهواني اللاعب الشاب في منتخب الشباب المغرب اللي فاز بكأس العالم للأندية. لكن احنا عندنا مشكلة في الموضوع ده. هل فؤاد الزهواني ان جه هيقدر يتواجد ليه او يسترب هيديله الفرصة؟ ان فؤاد الزهواني جه الاهلي هل هيكون له مكانة في الفريق؟ هل فؤاد الزهواني هيقدر يثبت مكانه ولا الاهلي هيجيبه كاستثمار؟ طيب لو اعتبرنا ان الاهلي هيجيبه كاستثمار فيما بعد، احنا ما استثمرناش في محمد كريستو محمد ضو كريستو، جبنا لعيب بفلوس بقد كده وادينا له بالدولار وفي الاخر ما كسبناش منه، تقريبا شحتناه للنجم الساحلي بفلوس بسيطه او رجعناه للصفاقسي تقريبا، بس تقريبا النجم الساحلي. هل الاهلي هيغلط نفس الغلطه مع فؤاد الزهواني لاعب المغرب؟ هيبان. طب لو فؤاد الزهواني هياخد فرصه، طب ليه ما بنفكرش ندي فرصه كبيره لمحمد عبد الله؟ طب الجمهور هيصبر عليهم؟ طب عندنا لعيبه منتخب الناشئين، عندنا لعيبه امبارح كانوا مبدعين في مباراه هياتي. هل اللعيبه دي مسيرها تاخد وقت ولا احنا في الاهلي خلاص بقينا مصممين على اللعيبه الجاهزه 100%؟ مش عارف هترسى على ايه وهتروح بينا على فين؟ اذا صفقات الاهلي اللي بيتكلم فيها بقوه هو فؤاد الزهواني اللاعب المغربي بمنتخب الشباب المغربي الحاصل على كأس العالم للشباب. نتكلم بكل بساطه ان زيزو هياخد حكم قريب على نادي الزمالك، لكن حكم ليس هو الكافي والمطلوب لزيزو. اذا زيزو هيطلع على الدرجه الاعلى وهي لجنه التظلمات، ومن بعدها طبعا هياخد الحكم اللي هو مش عايزه، يطلع على الفيفا ويرجع يعمل ايقاف قيد جديد على نادي الزمالك. ضمن التعليقات اللي عجبتنا على السوشيال ميديا ان كله بيقول له لكهربا دي فلوسك يا كهربا اللي خدوها نصب وخدوها احتيال بالعقود الغير حقيقيه والغير موثقه، وما زال كهربا بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. اما تشكيل النادي الاهلي من اللي جاي من قلب الملعب هناك في اختلاف في شيء بسيط، هل هيلعب بكوكا ولا شكري؟ انا اقول لك التشكيل المتوقع بالنسبه لي هو الشناوي هنا على اليمين، كوكا على الشمال عشان يقابل اللي جاي من وينجات سيراميكا،
وهيحاول يأمن الدفاع على قد ما يقدر. يبقى قلنا الشناوي، هاني، كوكا، وياسر وياسين. هل هيكمل بالازدواجيه بتاع اولي ديانج ومروان عطيه ويلعب ببن رمضان قدامهم، ولا ويريح بن شرقي بره ويقعدوا جنبه على الدكه يستغلوا كتغييره قويه، ويلعب بزيزو يمين، تريزيجيه شمال، جراد يشار في الامام؟ يبقى التشكيله تاني المتوقعه لمباراه الاهلي بكره امام سيراميكا كليوباترا: الشناوي، هاني، كوكا، ياسر ياسين، مروان، ديانج بمهام هجوميه طبعا، ديانج، بن رمضان، زيزو يمين شمال. توقع النتيجه بكره مباراه الله اهلي ضربات جزاء والجزاء، لكن قصدي هتحصل فوز الاهلي 2 لاش على كرة وربع بتوقيت القاهره، ثم مباراه الزمالك وبيراميدز 7:15 بتوقيت القاهره ايضا، الى ان يؤجل النهائي الى يوم 9، الى يوم 9 ان شاء الله باذن الله يكون النهائي، وان شاء الله يكون الاهلي هو الطرف الاول الصاعد للمباراه النهائيه. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مستني رايكم في التشكيل، واكتب لي تشكيلك في التشكيل اللي انت تتوقعه في التعليقات، واكتب وقول توقعك لمباراه الاهلي وسيراميكا كام. تحياتي ليكم، سلام عليكم.